مساء الفل. البنات اللي مقتنعة انها لما بتعمل تنازلات، وما اقصدش هنا بالتنازلات يعني لما بتتنازل مثلا عن ان هي ما تلبسش ضيق، لما بتتنازل ان هي تغطي شعرها، لما بتتنازل ان هي مثلا تمشي كلامه عليها، مش تنازلات دي يعني تنازلات، وانتوا فاهمين قصدي. صور بتاع ما يعني كله فاهم. البنات المعتقدة اللي هي كل ما بتنزل تنازلات اكتر في المنطقة دي، فهو كده هيتعلق بيها، او اللي هي كده بتبين له اللي هي بتحبه، او هو يعتقد ان هو ده عشان خاطره. دي بتشتغل نفسها اولا. احنا بنتكلم، انا قلت انا غير متدين بعيدا عن حرام وحلال، انا ما بتكلمش في حرام وحلال طبعا، ما علينا من ده، مش ما علينا طبعا، ده اول حياتنا، بس انا ما بتكلمش في النقطه دي. بس لو انت معتقده كده تبقى غلطانه، لانه صدقيني الراجل، او مش هقول راجل، شبه الراجل، يعني الذكر اللي يطلب منك طلب زي ده مش رومانسية، او ده مش بيحبك، ده يعني ما علينا اللي هو سافل، ده مش راجل. ده ما بيخافش عليكي، لو خايف عليكي وعلى سمعتك، او فكر لو حصل بينكم حاجة هتسيبوا بعض، ده لو بيحبك بجد. ما الحب بجد ده موال تاني. لو سابك او حصل حاجة وبعدتوا عن بعض، تبقى انت لسه محتفظة بكل كرامتك وبكل كبريائك قدام نفسك حتى، ده كده اللي بيخاف عليكي. انما اللي بيطلب منك ده هو وقتي، هو عنده غريزة عايز يشبعها، وانتي الصيدة السهلة بتاعته، وانتي عشان هبلة، وعشان مسلمة، وعشان مش فاهمة، فبتدي ده. هو يا دوب بس يقول لك ده انا جوزك يا بت، او يقول لك اول ما اخلص الجامعة هاجي لك، او اول لما يبقى معايا فلوس تسمح هتقدم لك، والجو ده، وانت بتصدقي، وانت مشاعرك بتجري وراها الاول قبل عقلك، فبتسلمي. فخدوا بالكم ان دول ذكور اشباه رجال، مالهمش دعوه بالرجاله. فما تسلميش، وما تعمليش حاجه تندمي عليها بعدين. واعرفوا ان احنا الايام دي بجد اشباه الرجال، لو احنا بنتكلم في مثلا في مصر او في الوطن العربي عموما، 50% ذكور و50% ناس. فلازم تعرفي ان اشباه الرجال، خد ال 50% دول حطيهم على كمان 40 90% اشباه رجال بس منهم، اشباه رجال بس. اللي بيخاف على حد ما بيخلوش يعمل حاجه ممكن تاثر عليه فيما بعد. اللي بيخاف على حد او اللي بيحب حد ما بيجروش لسكه بعيدا، اللي هي حرام، سكه مش كويسه. انا مش عايز اقول لفظ تاني، لكن البنات اللي بتسلم كده، اعرفي انك هتخسري دينك، غير انك هتخسري دينك، هتخسري كرامتك قدام نفسك. ولو اتجوزك، صدقيني صدقيني هيعايرك في يوم باللي عمله معاكي. سلام عليكم.